السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالوا بينا نصلي على النبي ونبدأ فيديو جديد مع بعض. شجعيني بلايك حلو منك ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة معايا كيلو من الدقيق، خدت منه بس كوباية كده، شلتها وحطيت عليه معلقتين حليب بودرة، وجبت كوباية فيها معلقة سكر وكيس خميرة ومية دافية لاختبار الخميرة، رشة فانيليا، وهنزل بالخميرة اللي انا اختبرتها على الدقيق واعجن بمية دافية، والم العجينة بمعلقة سمنة او معلقة زيت، وهسيبها تتخمر كويس. هنا خلاص بقت تضاعف حجمها. هقسم العجينة لجزئين قد بعض بالظبط. هجيب صينية دهنها بالزبدة وهفرد فيها جزء من العجين اللي انا اخدته بالشكل ده، وهحط بقى الحشو اللي انا عايزاه في الصينية ده. الجزء التاني هفرده برضو كده بس على رشة من الدقيق عشان ما يلزقش مني، على حجم الصينية بالظبط. هحط هنا هحشي بيف وجبنة رومي وزيتون. اعملي بقى الحشو اللي تحبيه. جبت الطبقة التانية وحطيتها على الحشو كده، وهقفل بصبعي من الأطراف كويس. هحاول اقفلهم كده واقطعها بالتقطيع اللي انا عايزاها. شوفي الشكل اللي تحبيه قطعيه. انا هقطع كده مربعات، وبعد ما اقطعها هسيبها ترتاح شويه بس هغطيها. هنا بعد ما ارتاحت حجمها تضاعف تاني، هدهنها بدهنة حليب عليها صفار بيضة ورشة من الفانيليا ومعلقة نسكافيه، قهوة سريعة الذوبان يعني. هنا بعد ما دهنت الوجه حطيت بقى رشة من السمسم ورشة من حبة البركة، وهحط برضو قطعة من الزيتون. ده اختياري، لو مش عاجبك الشكل ده بلاش، ادهني بس الوش عشان يتحمر بلون حلو. هكون مسخنة الفرن قبلها وهدخلها الفرن، مش هتقعد كتير. بعد ما طلعت غطيتها بفوطة وعلشان تبقى طرية، وبعدين قطعتها بالمنظر ده. الفوطة تكون مندية يا بنات عشان تديكي طراوة. شايفة الجمال من جوه؟ حلوة قوي بجد، يعني زي احلى من الفينو، وتوفير للوقت والمجهود. اعمليها مرة واحدة وتقومي الصبح ما تحتاريش هتدي ايه للولاد في اللانش بوكس. روعة روعة. شايفة اللون؟ انا بحاول اوضح لك اللون قوي. شايفة اللمعة؟ شايفة الطراوة؟ من جوه العجينة قطنية باينة جدا ازاي، زي الفينو بالظبط. لو وصلت لحد هنا صلي على النبي واعمليلي لايك، ولو مش مشتركة اشتركي عشان يوصلك كل جديد. يا رب اكون فدتك معايا. تنفع تحطيها في الفريزر في اكياس بقى، وتطلعيها تسخنيها في الميكروويف. اشوفكم في فيديو